قول اللي حفظته. في ناس كتير في السوق بتختار قناه تليجرام وبتعمل لها اختبار بحساب تجريبي، واول لما بتفتح الحساب الحقيقي السوق بيعلق. الحل في ضرب الجسم. المشكله هنا في الساسوه ان هم مش فاهمين الحوار عني، هو عين نال صفقه ومش عارف هو شاري ايه ولا بايع ايه. والله الحمد لله عاملين لي 170 جنيه في الشهر، حاسس ان انا هبتدي احقق كل اللي في دماغي. بمعنى لو جيت سالت اي واحد من دول انت شاري ايه او بايع ايه، هيحلف لك بالله العظيم اللي هو مش عايز عارف. مني ايه بقى بالصلاه على النبي؟ شوف المصيبه اللي عملتها في الموبايل، جوجل اللي انت منزله لي، عايزك تمسحه وتنزل لي جوجل جديد عشان شكله بايظ. سيبك بقى من كل الهري اللي انت سمعته قبل كده، تعالى استيك لك موضوع ازواج العملات واخليك تفهمه ببساطه. ايه ده؟ ايه ده؟ هي المجله اترفعت. لا مؤاخذة، اصل انا كنت مخبيها في صندوق التلج. قبل ما افهمك فكره الازواج لازم أن تكون فاهم العملات الرئيسيه اللي بتدور حواليها الساسوه. من اللعيبه حلوه دي يا ابن اغلبيه صفقات الفوركس بتدور حوالين 8 عملات، واولهم الدولار لانه شبه بيتحكم في اغلبيه تسعيره السلع زي الذهب والفضه والبترول، حاجات من دي كتير. تاخد نفس كده تملى صدرك وتحمد ربنا على النعم. تاني اكبر عمله بقى هي عمله الاتحاد الاوروبي، هي اليورو، ودي من اكبر العملات تداول بعد الدولار طبعا. تالت استاذ هو الجنيه الاسترليني، ودي عمله بريطانيا، ودي بقى في الساسوه معروفه بحركتها السريعه. ايه ده بتجري ليه بقى؟ الين الياباني موجود عشان من اهم العملات في اسيا، وفي الدولار الكندي والنيوزيلندي والاسترليني والفرنك السويسري. غالبا العملات دي بتبقى دار امان وقت الازمات، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. سوق الفوركس كامل بقى بيعتمد على حاجه اسمها ازواج العملات، وده يعني ايه؟ ببساطه كده كل صفقه بتدخلها بتتكون من عملتين، بمعنى انك بتشتري واحده وبتبيع واحده في نفس اللحظه، هما الاثنين صفقه واحده. يعني انت لو دخلت صفقه فوركس هتبيع عمله وهتشتري طب عمله. ليه المجهود والتعب ده كله؟ ما كانوا شويه جاز ولعوا في البيت ده وكانوا خلصوا يعني. تعالى كده ناخدها مثل بالبلدي مع بعض. انت دلوقتي معاك ريالات سعوديه ورحت اي مكتب صرافه وعايز تغيرها، ودخلت فعلا وغيرت الريالات بدنانير، انت كده عملت صفقه فوركس لانك اشتريت عمله وبعت عمله ثانيه. سوق الفوركس بقى انت ما بتمتلكش العمله، انت بتضرب على فروقات السعر اللحظيه، ودي حاجه هبسطها لك في اللي جاي. هتنجز يا اسماعيل. زوج العملات بقى بيبقى عمله رئيسيه وعمله مقابله. يعني مثلا لو جينا على زوج اليورو دول لقينا سعر الشرط ساعتها على الرقم ده معناه ان الواحد يورو اللي هي العمله الاساسيه 1.14 دولار. يعني الزوج اللي معانا في المثل هنا العمله الاساسيه هي اليورو والعمله المقابله هو الدولار. سليمان صح احنا هنبات هنا النهارده، الخميس باص والجمعه كمان. ازواج العملات في سوق الفوركس بقى بنقسمهم لثلاث انواع، واول نوع ازواج معانا هم الازواج الرئيسيه، وده اي زوج بيكون داخل فيه الدولار، زي مثلا اليورو قدام الدولار والدولار قدام الين. بص هي اي حاجه فيها دولار. باختصار كده الازواج دي بنسميها الازواج الرئيسيه عشان بتبقى اعلى سيوله واقل سبريد، وهم اكتر حاجه في السبوبه المتداولين كلهم بيجروا عليهم. تاني نوع معانا هم الازواج المتقاطعه، زي مثلا اليورو قدام الين واليورو قدام الكندي. غالبا السيوله بتبقى اقل والسبريد بيبقى اعلى شويه، لكن ممكن نميز السوق ده بقوه الحركه اللي فيه. عايز اعرف برضه. منبه يا رضا، ما تنام براحتك، انت كده كده هتنام مش هتقوم. اخر نوع معانا بقى بنسميه الازواج الغريبه، دي عملات الدول اللي ناشئه، اقتصاد الدول ده بيكون ضعيف، والنوع ده بيبقى السيوله اقل والسبريد ده اعلى وحركته غريبه شويه. اي متداول مبتدئ يا ريت يبعد عن النوع ده بالذات. خلي بالك عشان تتحرق عن ورقه نفسك وهتقول الموضوع نصب فيه. من اللسان والجعرنت، انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طب هو اشمعنى الدولار في الازواج الرئيسيه بس؟ مبذر ياض ولا ايه؟ بص يا معلم، القصه بدات من بعد الحرب العالميه الثانيه لما اتعملت اتفاقيه اسمها برايتن وودز. الاتفاقيه دي اغلبيه العالم كله قرر ان العملات ترتبط بالدولار، والدولار ساعتها بيبقى مربوط بالذهب لان امريكا كانت اقل خسائر بعد الحرب. وكمان برضو اغلبيه الاحتياطي النقدي للبنوك المركزيه حوالين العالم بيكون بالدولار. بمعنى اوضح زي ما قلنا قبل كده هو مين الفصل في الاول. بطل الدنيا عيله جرجيره دي بقت اهم عيله في مصر. قلت لها عزيزي ما تستقلش بينا، انا عيلتي مش جرجيره واحده. معلومه مهمه بقى عن المشي كده هي ملهاش لازمه بس انا هاكد لك عليها. يعني ايه؟ ترتيب العملات في الزوج بيبقى ثابت دايما. يعني مثلا اليورو دولار ما ينفعش يبقى دولار يورو، احنا مش هنمشيه على مزاجه، هو شلب موجود منه في الثلاجه ولا خلص؟ لان ترتيب الازواج في الفوركس بيكون عشان معايير ثابته. الخلاصه بقى من كل اللي احنا قلناه ده ان سوق الفوركس بيعتمد بالكامل على ازواج العملات. كل صفقه انت بتدخلها بتشتري عمله وبتبيع عمله ثانيه. دلوقتي بقى انت لو دخلت اي جروب ونقلت صف وجيت سالتك انت شاري ايه او بايع ايه، اكيد هتعرف ترد عليا بعد ما شفت الحلقه دي. يا عمي محدش بينام من غير عشاء. استناني بقى الحلقه الجايه عشان اعرفك ازاي البروكر بياخد منك فلوس وانت مش واخد بالك. على الاهلي بطولات وبس كده، مش حوار يعني. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تقل